عمرنا ما هنزهق منها ولا هنبطل نحبها، وهنفضل نخترع ونفتكس ليها وصفات كل مره بتبقى احلى من التانيه. تعالى اقول لكم اخر افتكاساتي اللي نجحت مع الاندومي. في طاسه سخنه هنزل بشويه زيت وانزل عليهم بمعلقه توم مفروم، واول ما التوم يطلع ريحته هنزل بالجزر مقطعاه رفيع وطويل، انزل عليهم بالكرنب برده متقطع رفيع وطويل، واول ما الكرنب يدبل هنزل عليه بمعلقه نشا متدوبه في نص كوبايه ميه وربع كوبايه صويا صوص. وعشان تعرفوا ده انهي نوع صويا صوص اتفرجوا على التب اللي وريت لكم فيها الفرق بين انواع الصويا صوص وايه استخدامات كل نوع، هسيب لكم اللينك في الكومنتس. وننزل عليها بتوابل الاندومي، لما يتقل ويغلي ويبقى ده قوامه ننزل بالاندومي. ريحتها حلوه قوي، جربوها واكتبوا لي رايكم في الكومنتس وقولوا لي ايه احلى ريسيبي من ريسيبيز الاندومي اللي انا عملتها كانت عاجباكم، واذا حابين نخترع